السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. النهاردة هنتكلم في موضوع كن فيه كتير طلبوا مني ان اتكلم عن الكناري وازاي نفرق بين الذكر والنتاية. كمان كان في موضوع تاني على كيفية الانتاج والتزاوج في الكناري، فحبيت اضم الموضوعين دول على بعضهم واعملهم في تقرير واحد باذن الله. اتمنى ان ينال اعجابكم واكون قد افدتكم افاده محترمه يعني، وافاده كويسه للجميع باذن الله. كل عام وانتم بخير، ولو لسه متابع او حابب انك تتابع الفيديو اتمنى انك تشترك في القناة ولايك وشير. كمان الكومنت بتاعك بيفيدني وبحب ارد عليهم كلهم. بسم الله هنبدأ في موضوع التمييز او الفرق بين ذكر وانثى الكناري. طبعا الموضوع ده خلينا نبقى متفقين موضوع صعب جدا ان انت تفرق بين الذكر والانثى في الكناري، خصوصا لو كانوا لسه شبابات صغيرين. حتى الغواء الكبار نفسهم اوقات بيتشابه عليهم الجنسين. فعشان نتكلم في الموضوع ده خلينا نتكلم في العديد من الطرق قالها الغواء الكبار وعلمونا ازاي ان احنا نفرق بين الذكور والإناث في الكناري بطريقة واضحة وسهلة، وهم حوالي 4 طرق. أهم الطرق ديت في التفرقة بين الجنسين عن طريق تغريد الطائرين. خلينا نبقى مقتنعين وعارفين ان ذكر الكناري الصوت بتاعه بيبقى جميل جدا، وبيبدأ التغريد بعد سن ال6 شهور. يعني انت لو حاطط مجموعة من الكناري كده في سلاكة وبدأت انك تلاحظهم بعد سن شهور، بعد 6 شهور او 7 شهور من الخروج من العش بتاعهم، هتلاقي ان الذكر بيغرد. طيب الأنثى بتغرد هي كمان ولا لا؟ الأنثى بتغرد وأوقات بتغرد زي الذكر، وده بيخلينا إن احنا نختلف، ولكن مش في كل الحالات الأنثى بتغرد. الأنثى لما بتغرد بيبقى صوتها ضعيف شوية، كمان بتبقى زي ما تكون بتزقزق كده، مش بتغرد بقى التغريد أو الغناء بتاع الذكر اللي احنا عارفينه في طيور الكناري. كمان ألحان الأنثى ممكن تبقى قريبة من الذكر لكن مش مستمرة. الذكر ممكن يقعد يغرد فترة طويلة، إنما الأنثى بتلاقيها بتغرد وتقطع، بتغرد وتقطع. كمان الذكر بيبقى التغريد بتاعه أحلى وأحسن، وده من أهم الأشياء اللي بتميز الذكر عن الأنثى. طب إيه كمان بيميز ذكر الكناري وأنثاه؟ بتلاقي دايما ان ذكر الكناري واقف كده في وقفته شامخ، واقف وقفة صدره كده مفرود ورقبته مرفوعة لفوق، وخلال الفترة ديت بيبقى رفع دماغه وبيغرد. انما الانثى دايما بتلاقيها كده واقفة نسبة الكمشان فيها او جسمها صغير شوية كده، بتبقى مدورة في نفسها. بالإضافة إن بتلاقي كده لما بتبص، حتى ده في معظم الطيور، يعني طيور الحب بتلاقي دايما ريش الذكر الألوان بتاعته زاهية قوي عن الأنثى. الأنثى بتبقى ألوانها قمقى شوية، يعني مش بنفس المظهر البراج بتاع الذكر. وده سبحان الله ربنا عامله ان الذكر يبقى ريشه ملون او واقف كده الالوان بتاعته واضحة، عشان نوع من انواع جذب الانثى ليه. كمان نقدر وقت موسم التزاوج نعرف الذكر من الانثى مع تغيير سلوكياتهم. طب امتى بقى موسم التزاوج اللي انت بتتكلم عليه ده اعرفه امتى؟ بيبقى في اخر الشتاء وفي بداية الربيع. بتلاقي طائر الكناري مختلف. لو انت حاطط ذكر مع ذكر هيقفشوا مع بعض يتخانقوا. النتي بتلاقيها بدأت تجمع العش. كمان بتلاقي الذكر نشط جدا والألحان بتاعته بقت عالية جدا 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 عشان يبدأ يجذب الأنثى بتاعته. كمان بتلاحظ في الفترة ديت ان الذكر واقف بيأكل الأنثى، بياخد البذور ويأكلها ببقها وبيدعبها بمنقاره.
ويهرش لها كده في شعرها زي ما متبع في كل طيور الحب. الأنثى زي ما قلنا بتبدأ تبحث عن مكونات التعشيش اللي انت بتبقى حاططها لها في ركن في الأرضية بتاعة السلاكة، بعيدة عن ان هم يعملوا حمام عليها بإذن الله. كمان في طريقة متبعة احنا بنعملها في كل الطيور، ان انت بتمسك الطير كده بالراحة وبلطف، ما تضغطش عليه عشان ما توجعوش، وبنبص عند الفتحة بتاعة الاخراج بتاعته ونبدأ ننفخ بالراحة كده. هتلاقي الذكر في المنطقة اللي بين الرجلين ديت العضو بتاعه بارز كده، في بروز في المنطقة دي لبره، اما النتاية هتلاقيها بتاخد شكل مسطح ومش بارزة لبره زي الذكر. كمان بقى لو انت تعبت خالص هتعمل الدي ان ايه، وده طبعا مكلف جدا على ان انت تتعب نفسك وتعمله. فلو انت مش عارف، يبقى من الافضل بعد كل الشرح ده ان انت تروح لغاوي تقيل في المجال ده وتوريه الطيور بتاعتك، وهو باذن الله هيفيدك باذن الله. أنا دلوقتي بعد ما عرفنا نفرق بين الذكر والأنثى والطريقة اللي ما بينهم عشان نعرف إيه ده ذكر وده أنثى، يبقى يهمنا كمان إن احنا نعرف كيفية الإنتاج من طائر الكناري. خلينا عشان بقى او قبل ما نخش في الموضوع ده ما تنساش الاشتراك في القناة. معلش بفكركم كل شوية ازاي بنختار الذكر والانثى. اول حاجة طبعا هو سن البلوغ بتاعهم 6 شهور، ولكن الافضل ان انت تبدأ سن التزاوج في سن 9 شهور للطير. بتلاقي ان صحة الطير كويسة جدا. الطير بدأ او اكتمل البلوغ، كمان التغريد بتاعه بيوصل لمرحلة كويسة، كمان بتكون انتهت عملية القلش. اما بالنسبة للنتاية بتبقى خلاص بقى اكتمل الجهاز التناسلي بتاعها واستعدت لوضع البيض، وبقى فيه انتفاخ في بطنها باين جدا من اكتمال عنقود البيض. لازم اثناء التعشيش ان احنا نرش او نركز جدا في رش الحاجات بتاعه التعشيش ووضعها في الشمس فترة قبل ما نحطها للطير، عشان خاطر الفاش اللي بيجي لهم بطريقة كثيرة يعني بالنسبة للطير ده. لازم تبقى مركز في الموضوع ده. احنا بنجهز القفص بعد ما اخترنا الطيور بتاعتنا البالغة. بنجهز القفص بنجيب قفصين كده قصاد بعض، بنحط الذكر في القفص اللي فيه العش، والنتاية بنحطها في القفص الأكبر. يعني لو القفصين مختلفين بتحط الذكر في قفص والنتاية في قفص كبير شوية. بتعقم طبعا الاقفاص ديت برش عشان خاطر ان انت تتجنب الفاش والامراض، وبتبقى منضفها كويس. وبتبدأ بقى تحط العش وبتجيب اسفنجة صغيرة شوية. طبعا احنا قلنا هنحط القفصين قصاد بعض لازقين في بعض، او لو انا مش عندي قفصين لازقين في بعض بالنسبة للكناري، هجيب عازل نحطه في النص شفاف بحيث ان الطيور تشوف بعضها، وده بيبقى نوع من انواع الاثارة والتحفيز للذكر والانثى. بعد 5 ايام او انا بخليها اسبوع ببدأ ان انا اشوف هل قربوا من بعض ولا لا. كمان ببص بلاقي الانثى بتبدأ تجهز في العش. انا معلش قلت لكم العش بيبقى موجود في القفص بتاع الانثى. بدأت ان هي تجهز في العش، فهنا بقى ببدأ بعد ما بسمع صوت تغريد الذكر وان الانثى بدأت تجهز في العش وبدأوا ان هم يتقاربوا مع بعض، وبلاقي ان الانثى بدأت تقعد حتى لو الذكر مش معاها اثناء تغريد الذكر، بشيل الحاجز ده او ببدأ في ادخال الذكر للانثى. بدخل بقى الذكر للنتاية وافضل من بعيد كده متابعهم عشان ما يحصلش عراق.
العراق ده في بيبقى نوعين، في عراق بسيط كده ان بيبقى بسيط جدا بينهم، وفي عراق بيبقى فيه دم ونتف ريش. فانا بخلي بالي جدا عشان ما تحصلش المشكلة ديت، واقوم اذا لقيت ان النتاية رافضة الذكر او الذكر رافض النتاية، بقوم بفصل الذكر عن النتاية لمدة اسبوع كمان. طيب في حالة ان انا شايف ان العراق القوي ده، وانا كنت عامل حلقة عن موضوع العراق للكناري، هبقى اوضع لكم اللينك بتاعها. في حالة استمرار العراق بعد ما رجعتهم بعد اسبوع وعدم التوالف، بنبدل احد الفردين، يعني ببدل يا الذكر يا النتاية. لو انت الذكر حبه قوي يبقى اجيب نتاية تانية، لو النتاية حبيبها قوي بجيب ذكر تاني، بجيب ذكر تاني. طيب انا مثلا حطيت بقى الذكر للنتاية وحدث التوالف، طبعا ببدأ ان انا اركز في نجاح العملية وان ازاي اعرفها. بلاقي ان الذكر بدأ يأكل النتاية وبيبدأ التلقيح، يعني بتلاقي الذكر بيلقح الأنثى كذا مرة في اليوم، وفي كل حتة في القفص بتلاقيه بيقوم بعملية التزاوج. وخلال 3-4 أيام من موضوع التزاوج ده بتلاقي نتاية الكناري وضعت بيض. طيب ايه عدد البيض؟ بيصل عدد البيض من 3-5، وفي حالات بيبقى 6 بيضات في العش الواحد. خلال الفترة دي لازم اهتم بالتغذية، وبقدم بيض مسلوق مع الاكل بتاعهم المعتاد، وبخلي بالي ان انا ما سيبش البيض المسلوق موجود كتير عشان ما يعفنش، وببعده عشان ما يحصلش عملية تسمم. كمان ما بنساش الجرجير والخس والبرسيم مع وضع عظمة الحبار او الكالسيوم زي ما بيقول، لان احنا النتاية بتبقى في الفترة ديت محتاجة كالسيوم. ما تنساش وانت حاطط القفص لازم يكون في منطقة عالية ودافية وبعيدة عن الازعاج، اي طيور حب بتحب الهدوء. كمان ممكن ان انت تجوز الذكر لاكثر من نتاية، وهحكي لكم يعني هنعمل موضوع عن كيفية تزويج ذكر الكناري لعدة إناث في وقت واحد. طيب مدة فأس البيض بقى بتبقى قد إيه؟ بتتراوح مدة فأس بيض الكناري من 14 ل18 يوم. ال18 يوم ده غالبيا بيبقى في الشتاء، أما ال14 وال15 يوم بيبقى في فصل الصيف. بعد الفأس بقى لازم إن أنا أبعد عن الخضروات عشان خاطر ما يحصلش اسهال، ولازم اهتم بالبيض المسلوق والباتيه والفينو يعني، وابدا في وضع الكثير من الحبوب. كمان لازم ان انا اقلم ضوافر الذكر قبل ما ادخله للنتاية عشان عملية التلقيح تتم بشكل كويس. طيب انا بعد ما دخلت الذكر وتم التلقيح ببص بقى على البيض امتى؟ بعد 5 ايام من وضع البيض اقدر ابص على البيض. وهنا اتمنى اني اكون قدرت اوفلكم بموضوع متكامل. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، واي سؤال او اي استفسار انا مستعد ليه باذن الله وتحت امركم. وفي النهاية امنكم السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.